مساء الفل يا ست الكل. غسالة اطباق اندست 12 فرد. تعالوا بقى نشوفوا شكلها من جوه وبعدين نقول لكم البرامج بتاعتها وشغلها. ده شكلها. تعالوا بقى نفتحها بسم الله. غسالة اطباق اندست 12 فرد. ده شكلها يا جماعه. ده مكان الملمع، واللمبه دي بتعرفنا اذا كان هو محتاج ملمع ولا لا. ونعبي هنا مكان الملمع وهنا مكان المسحوق او القرص. في مستويين، مستوى 25 مستوى 35. لو انت نص حموله بتحطي مسحوق قليل. وده الرف السفلي، وهنا الجوانب شكلها من جوه. دي سله المعالق طبعا كبيره جدا، كلنا بنعاني من المشكله دي. نحطها كده مكانها في المطبخ. وده طبعا الكتالوج يا جماعه مهم جدا، ولو جاي معاه شريط عسر الميه يا ريت تعملوه اختبار العسر الميه. دي السنون. هنا السنون في السله السفليه ما بتتنيش يا جماعه، نخلي بالنا. ده الرشاش، والفلتر بنطلعه من جوه ده عشان لو في حاجه كبيره بيشيلها. غير الفلتر الشبكه، ده فلتر الشبكه ده لازم يتنضف بعد كل غسله، مهم جدا. والشبكه الاستانلس بتاعته اللي في الارضيه يتم تنظيفه كل غسله يا جماعه. ايوه هو ده لازم برضو يتنضف مع الفلتر. مهم جدا موضوع الفلتر ده، وبيتربط ناحيه اليمين بالربط. ايوه الاحرف دي نخلي بالنا. ده بقى مكان الملح. بنجيب القمع اللي بيجي مع الغساله، ولو مفيش قمع نتصرف ونجيب قمع نملى الملح. مفيش حبايه تنزل في ارضيه الغساله يا جماعه. ولازم اول ما نملى الملح نشغل دوره غسيل، حتى لو مفيش مواعين نشغلها فاضيه. لازم دوره غسيل تشتغل بعد الملح. ده الرشاش العلوي للسله العلويه. ايوه دي بقى السله العلويه شكلها من فوق عامل كده. دي بقى لو انت مش عايزاها بتتك تكه تثبت لفوق عشان ما تنزلش تاني زي ما انا عملت كده. ودي بقى بترفع لفوق تنزل لتحت، تحط عليها اللي انت عايزاه. ده شكل. مفيش رشاش تالت. الغساله دي ما فيهاش رشاش تالت اللي هو في السقف الثابت. نخلي بالنا من الحاجات اللي زي كده، لان التفاصيل دي بتفرق. ده شكلها من بره. البرامج بتاعتها 6 برامج. ده شكلها العام. ده شكل الملح والتأجيل الوقت وزرار التشغيل. وده شكلها الاستانلس من بره. ده الشكل الخارجي من فوق. وده الباور للغساله. اللي جنبه ده جوش. ده دوره غسيل يعني تمام سريعه. ده علامه الملح، لو نور يبقى لازم نحط ملح في الغساله. دي بقى البرامج. هشرح لكم برنامج. ده شكلها شكل العام. ده تأجيل الوقت مفيش مشكلة. نبدأ بقى البرامج. خلينا نبدأ برنامج الصغير الأول اللي هو الربع ساعة، اللي هو شطف بس مفيش فيه درجة حرارة. بس شطف لو انت عايز تحط المواعين في الغسالة وعايز تغسليها بعد تاني يوم مثلا. وده برنامج النص ساعة 28 دقيقة. ده غسلة كده سريعة، حاجات خفيفة جدا. ده الاطباق الشوك المعالق اللي هو اليوميه زي الفطار ما فيهاش دهون. ده للبرنامج الحاجه اللي ما فيهاش دهون تقيله. هناخد بالنا يا جماعه زي الفطار. ده بقى برنامج المكثف، الحلل التقيله، الحاجات اللي فيها دهون كتير، بيض، لحوم، اسماك. ده برنامج الايكو، وده الموفر في الكهرباء في الميه بس طويل جدا. وده تأجيل الوقت، لو عايزين نأجل الوقت ضربة واحدة هتجيب لنا ساعتين، كمان ضربة هتجيب لنا 4 ساعات، كمان ضربة هتجيب لنا 8 ساعات. وده التشغيل، ندوس عليه هيشغل الغسالة، ولا دوسنا عليه دوسة مطولة هيصرف المية اللي في الغسالة.